مساء الخير. مبروكين مدريدستا صفقة مبابي. بعد ما تمت الصفقة رسميا صار في أكثر من حوار عن الصفقة، وفي 3 نقاط يعني كان الحوار عليها أكثر، فبتكلم فيها من وجهة نظري. النقطة الأولى، كثرة النجوم تسبب المشاكل. النجوم في ريال مدريد هم مو جايينك نجوم شباك، النجوم تم صنعهم في بيئة ريال مدريد، ولولا أن البيئة مو ناجحة كما صاروا هم نجوم. هذه نقطة. النقطة الثانية، مبابي من أول ما تم الإعلان عن الصفقة أول 3 رحبوا بلينغهام، فينيسيوس ورودريجو. أول 3 رحبوا بالصفقة، بمعنى أنهم متقبلين قدوم مبابي ويدرون أن مبابي راح ياخذهم مرحلة أعلى مما هو عليه حاليا، وراح يحقق لهم النجاحات الرياضية بمساعدة مبابي نفسه. هل قدوم مبابي راح يأثر على نجومية فينيسيوس وتطور فينيسيوس؟ نعم، ولكن بشكل إيجابي، أو بمعنى أصح للمصلحة العامة ولمصلحة الفريق بالكامل. شلون؟ شكل الفريق الهجومي بالسنوات الأخيرة بهذا الموسم وآخر سنتين كان أن الفريق يبني اللعب، يبني الهجمة، ثم تروح عند فينيسيوس، وفينيسيوس يحاول انه يشكل الخطورة بمجهود فردي. لكن الحين الفريق لما يبني اللعب عنده فينيسيوس وعنده مبابي، يعني صار قوة إضافية وقوة ضاربة لمصلحة الفريق. لكن على الأداء الجماعي، فينيسيوس في المباراة الواحدة كان يستلم قول 30 كرة ويحاول 30 محاولة، لكن مع وجود مبابي راح يكون انه يستلم 20-15 كرة. الذكاء الحين عند فينيسيوس لازم يكون شلون؟ الحين 30 محاولة لفينيسيوس كلهم صح في المباراة؟ لا، في جهد بدني كبير عليه بال30 محاولة، لذلك ما نشوفه يسوي 30 محاولة صح. لكن لما يجي مبابي، فينيسيوس راح يكون في 20 محاولة 15 محاولة، هني يكون التوزيع البدني عنده أكبر، فيقدر انه من 15 محاولة يعطيك 14-13 محاولة صح، لكن من 30 محاولة راح يعطيك 15-16 محاولة صح. فالتأثير نفسه، ولكن يرجع إلى حالة فينيسيوس في اتخاذ القرارات في المباراة. هذه النقطة الثانية، أتمنى أن وصلت يعني. النقطة الثالثة هي كيف راح يتم توظيف مبابي مع ثلاثة المقدمة. هل راح يكون كجناح ايسر او كمهاجم، او يعني كارلو انشيلوتي راح يلعب ب4-3-3 او بال4-4-2؟ شنو راح يصير؟ دامنا الموضوع عند كارلو انشيلوتي سبهله، واحد من افضل المدربين اللي وظف لاعبين في غير مراكزهم ونجحوا. ترجع على بيرلو، على دي ماريا، على بلينغهام الموسم اللي طاف. فهذه النقطة لا تخاف فيها، لا تخاف نهائيا. ضيف على هذا الشيء ان مبابي من اللاعبين اللي اي مركز في ثلاثة المقدمة مو يمشي، راح ينجح ب100%. راح ينجح. ليش؟ لان اللاعب على المستوى الفردي خارق، يعني مو لاعب عنده امكانيات يعني سلبية في جانب وايجابية، لا، خارق على كل الامكانيات الفردية الهجومية. ففي اي مركز من 3 راح ينجح، ولا تخاف على هذه النقطة، لان الموضوع اللي ديره كارلو